اليوم محمد الشيع السوداني اعترف اعتراف خطير. شلون؟ قال انه الاجهزه موثوقه جدا لقيام انتخابات نزيهه. وهي نفس الاجهزه؟ نفس الاجهزه يعني ونفس الاليه؟ نفس الاليه، بايومتري وعمليه العد يكون عد الكتروني. اذا احنا امام مرحله جديده او تساؤلات جديده. نسال الاطار التنسيقي: لماذا قصفتم بيت مصطفى الكاظمي؟ لماذا ساعدتم الحرس الثوري او الجانب الايراني بقصف اربيل على اعتبار ان هناك اوكار للموساد الاسرائيلي؟ لماذا حرقتم مقر الديمقراطي الكردستاني؟ لماذا مورست كل هذه الضغوط على حتى المحكمه الاتحاديه في قضيه تفسير ال 220 نائب وجعل الشيعه اقليه في المراحل المقبله؟ اذا كانت الانتخابات نزيهه والاجهزه ممتازه ليش سويتوا كل ذني؟ اذن يتكلمون عن استقرار سياسي. لا يوجد استقرار سياسي بعدم قبول نتائج الانتخابات. الاستقرار السياسي يعني التداول السلمي للسلطه، ان تكون هناك مساواه بين كل الاحزاب في ممارسه حقها في المشاركه في الانتخابات بدون تفوق حزب عن اخر. رفض الانتخابات دائما ما تنتهي بحرب اهليه. في الجزائر الجماعات الاسلاميه، في باكستان وانفصال بنغلاديش في ذلك الوقت، لكن السيد مقتدى الصدر رجل نبيل ترك لهم الساحه. كانوا هم يهددون بحرب اهليه في ذلك الوقت. اذا نحن امام جماعات لا تؤمن بالديمقراطيه، تحتاج من السفيره الامريكيه ان تدخلهم للسفاره وتعلمهم على الديمقراطيه وعلى الحريه وعلى طريقه الانتخاب، مو بهالصوره انه يتم التعامل مع الانتخابات، انه اني اخسر تكون الانتخابات غير نزيهه، اني افوز تكون الانتخابات فوق مستوى العاده. طبعا اذن نحن امام جماعات لا تؤمن بالديمقراطيه، واني اعتبر المفروض اليوم كل المشاركين من المدنيين ان ينسحبوا من الانتخابات.